يضيق على الناس التقسيمات الجغرافية والحدودية المعاصرة. اليمن كل ما كان يمين الكعبة هذا يمن. الطائف ايش تصير؟ من اليمن. نعمان من اليمن. فكل ما كان عن يمين الكعبة فيمن، وكل ما كان يسار الكعبة فشام. والحكمة فيهم. ولهذا انظروا إلى من برز من الصحابة من هؤلاء. والفدادين المكثرين من الإبل تكاثرون فيها عشرات مئين. هذا الفداد بلغ به الإبل الفدى عند أذناب الإبل، يكتسبون منها الغلظة والشدة والقسوة، وتورثهم مع الغفلة الكبر والتعالي والتعاظم. ولهذا أهل الإبل يحقرونها الغنم. لا يهمك، هذا راعي غنيم شاوي وهو يحتاج له، والعكس ليس بصحيح، فلا يحتاج صاحب الغنم للإبل. هذا من الكبر. وفي قوله في ربيعة ومضر لأنهم أعراب أهل الإبل، وهما جذمان عظيمان من العرب العدنانية. وأما أهل الغنم فيهم الرقة والسكينة والهدوء. السكينة يعني التواضع. قد يكون راعي غنم لسانه طويل ما هو بساكن، لكن التواضع، البعد عن الكبر والعجب والتيه. وليس كل أهل الإبل أهل الكبر، ولا كل أهل الغنم أهل سكينة، لكن هذا خرج من طبيعة كل، طبيعة الإبل طبيعة الغنم. الإيمان يمان لأن الإيمان يحث على التواضع والسكون والهدوء وعدم الكبر، والحكمة يمانية. نعم.